تعالي ادخلي قبل ما حد يشوفك ويقول لي رامي جوزي. انا مش عارفه رامي محبكها ليه كده. رامي طول عمره كده، وبالذات في شهر رمضان بيكون شدد حيله. اسكتي، عرفتي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ عماد جوز نادية جارتنا طلع بيكلم واحدة عليها. وهي عرفت ولا لسه نايمه على ودانها؟ ما هي اللي قفشته يا اختي، وكانت هتسيب له البيت وتمشي. والله هي كانت سابت له البيت ومشيت. وبعدين ناديه ديت مش بتصلي على السجاده، ده انا اعرفها من زمان، سيرتها على كل لسان. احكي لي يا نور، اهو نصلي صيامنا على ما المغرب يأدي. هحكي لك كل حاجه من اول خطيبها الاولاني لحد ما فسخت معاه الخطوبه. صدق الله العظيم. بابا، عايزة أقول لك حاجة ماما مخبياها عليه. في ايه يا الماس؟ ماما مخبيه ايه؟ مش انت قلت لماما نور ما تجيبش مروة جارتنا دي تاني البيت؟ ايوه. هي بقى جابتها النهاردة وقعدوا طول اليوم يتكلموا وجابوا سيرة العمارة كلها كمان. وفين مامتك بقى؟ في الأوضة بتسمع مسلسلات. ما هو ده اللي فاتحه فيه، انا داخل لها. انت قفلت التلفزيون ليه يا رامي؟ انا عايزك تستغل شهر رمضان ده في حاجه مفيده، يعني تاخدي حسنات وتغيري نفسك. ده شهر واحد في السنه. حاضر والله، بس تسيبني اكمل المسلسل ده، اصل البت ايش دي عسل. ده انت اللي عسل. الست مروه بقى يا عسل جارتنا كانت بتعمل ايه عندنا في البيت النهارده؟ هو انت عرفت؟ عرفت. اصلها هي كانت جايه تقعد معايا شويه ونسالي وقتنا يعني. ماشي يا نور، مع اني قلت لك الست دي بلاش تيجي هنا، بس هعديها. اهم حاجه بس اوعوا تكونوا بتجيبوا في سيره الناس، ده غيبه ونميمه. الموضوع ده حرام يا نور، حرام. الناس مين بس يا رامي؟ وبعدين احنا مالنا بالناس؟ انا هقوم اجهز السحور. ابو المسلسل. هشوفه في الاعاده. اسكتي، مش رامي جوزي عرف ان انت كنت هنا امبارح؟ يا لهوي، وعملتي ايه؟ الحمد لله ربنا سترها وما قالش اي حاجه. عرفتي ايه اللي حصل مع البقال اللي تحت العمارة امبارح؟ ايه اللي حصل؟ فضايح يا اختي فضايح. الناس دي لا تعرف حرمة رمضان ولا ربنا. احكي يا مروه، احكي، شوقتيني اعرف. يا لهوي، رامي جوزي وصل. ازيكم؟ ازيك يا ست مروه؟ الحمد لله يا استاذ رامي، انا ماشيه يا نور، انا ماشيه يا نور. ماشيه فين؟ ما لسه بدري، انا جايب غدا. اتغدى معانا الاول وبعد كده امشي. انتوا مش صايمين ولا ايه؟ وهو صايمين قدام الناس، هو حد عارف حاجه؟ وبعدين يعني هو مين هيشوفنا واحنا في بيتنا وبنفطر في رمضان؟ يلا يا نور عشان تجهزي الغدا. حرام عليك يا رامي، انت عايز تفطر في رمضان؟ واللي انتوا بتعملوه ده ما يفطرش. فاكرين لما تجيبوا في سيره الناس وتتكلموا بالغيبه والنميمه طول اليوم ده ما يفطرش في رمضان وانتوا كده صايمين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم لا ينال من صيامه الا الجوع والعطش. فاهمين معنى الحديث؟ اتقوا ربنا، استغلوا رمضان في حاجه مفيده. اقروا قران، صلوا، ادعوا. لكن لو هتفضلوا تجيبوا في سيره الناس يبقى افطار احسن. انا ماشيه يا نور، انا ماشيه. حقك عليا، والله ما هعمل كده تاني. يا ريت تحترمي شهر رمضان يا نور وتقربي فيه ربنا على قد ما تقدري. وعد مني والله يا رامي. ربنا يهديك.